أنا مبسوطة جدا النهاردة عشان ربنا بعت ناس بتحب الخير، تساعد وتتساعد وتكرم الناس، وأكيد هيكرمها رب الناس. لقمة النهاردة رايحة لدار أيتام ودار مسنين، وبدعم من شركة ميرو، شركة مصرية حاجة تشرح القلب. تواصلوا معايا وقالوا لي عايزين نساعد وهيتكفلوا بكل شيء. ميرو بعتت من منتجاتها زيت زيتون وصلصة، وكمان عسل أبيض ومربى وشوكولاتة سبريد. قلت إيه الحلاوة دي؟ ده كده هندلع الناس. فعملت الأطفال الدار سندوتشات مربى وشوكولاتة سبريد. أما المسنين عملنا لهم وجبة فراخ مشوية وكفتة واستعملنا زيت الزيتون. الجميل بقى من شركة ميرو ان هم قالوا هيبعتوا هدية من منتجاتهم، وده عشان دار الايتام والمسنين. والاجمل لما عرفت ان منتجاتهم بيتم تصديرها، وده زاد ثقتي فيهم ما شاء الله. الحقيقة ان منتجاتهم حلوة، وخصوصا ان ما فيهاش مواد حافظة، واسعارهم حلوة رغم الغلا اللي في السوق. يلا بقى نروح نفرحهم. اليوم عدى بسرعة وفرحنا الناس، وأكيد اللي هيساعد الناس ربنا هيكرمه ويوسع في رزقه. وإحنا داخلين على شهر كريم، وشركة ميرو قالت إنها مستعدة إنها تعمل تخفيض على منتجاتها، وده عشان الخير يزيد في رمضان ويدي فرصة أكبر للخير. شدوا حيلكم وجهزوا نفسكم لشهر الخير. أشوفكم على خير يا أهل الخير.